مرحبا حبايبي، مساء الخير والعافية عليكم. اليوم راح أخذكم جولة بمدينة ميلان بإيطاليا، وبعدين أكو جولات ثانية بغير مدن بغير فيديوهات. لا تنسون الاشتراك بالقناة، إن شاء الله يعجبكم المحتوى. ويلا نبدي. جميعا شلونكم؟ أنا صباحين طبعا بالسكن، وراح أتوكل هسه أطلع إن شاء الله أروح إيطاليا. الشارع بعده فارغ طبعا لأن الدنيا فجر. هسه يلا راح تطلع الشمس، يعني الساعة 6 إلا شوية الصبح، 5:30 تقريبا بعدها. هسه احنا بالباص مثل ما تشوفون، منتظرين انه نطلع وان شاء الله خير. استغرق الطريق تقريبا 7 ساعات بالباص. انا ساكنه بمدينه على حدود المانيا وسويسرا، وكان الطريق من خلال سويسرا. واول ما وصلنا رحنا للفندق وبعدين بلشنا بجولتنا. هاي كملنا هسه بالفندق وطالعين. هسه يلا راح نبدي نفطر، يعني بعدنا ميلانو. هاي شوارعها. ميلان تعتبر ثاني أكبر مدينة بإيطاليا، وهي عاصمة مقاطعة لومباردي، وبها تقريبا 1,400,000 نسمة. وأكيد مثل كل سفراتي كنت بالبداية محضرة الأماكن اللي أريد أروح عليها من خلال خرائط جوجل مابس، وبعدين بديت بيهن وحدة وحدة. وأول ما وصلنا لهاي المحطة اللي هسه راح أشرح لكم إياها. وهذا هو المكان الأول اللي زرناه، اللي هي مقبرة المونيمنتال. هاي المقبرة تصمموها بسنة 1818، وكملت بنائها ب 1866. كلش كبيرة، مساحتها تقريبا 25 هكتار. هسه ندخلها ونشوفها. المقبرة طبعا بها مئات بالآلاف المقابر القديمة والحديثة. أكو قسم من عندها من القرون الثامن عشر والتاسع عشر، وقسم من عندها حديث. طبعا هنا مثل ما تشوفون هاي المقابر اللي وراي كلها تشوفوها خانات كلش صغيرة، هاي كلها مقابر. وهنا هماتين، هاي كلها وياي هنا تشوفوها. أغلب سنوات الدفن يعني بال1800 بداية 1900. بالإضافة للمقابر اللي شفتوها اللي هي بمكان مثل السرداب صاير، هاي الأماكن يعني أو هاي المقابر فوق صايرة عالية، تصعدوا لها. هاي الخانات كلها اللي تشوفوها الكبيرة وعليها تماثيل هي عبارة عن مقابر، وبيها طبعا قاعات داخلية مثل هسه هاي القاعة اللي ندخل لها، وبيها كبار الشخصيات والفنانين والكتاب كلهم مدفونين هنا. يعني أكو ناس طبعا عاديين وأكو ناس جدا مهمين كلهم مدفونين هنا. هاي المقبرة إذا تشوفون هنا قبر أليساندرو مانزوني اللي هو أشهر الكتاب. هذول كلهن مقابر، هاي تشوفوها وعليها تماثيل وغيرها، فهاي مقابر. ولما تنزلون من فوق تقدرون تمرون من خلال هاي الممرات، تعبرون لي ورا، وبها هاي الحدائق اللي هي طبعا مليانة بمئات المقابر. هنا حديقة المقبرة طبعا هم مقابر، تشوفون المقابر مرسوم عليها أو مصمميها مثل الشخصيات اللي هم يعني مثلا شنو كان دوره أو شنو كان شغله، فخلين عليها تماثيلهم. أكيد اخترعتوا من سمعتوا إني ماخذتكم المقبرة، بس هاي المقبرة هي من أهم المعالم عندهم. هاي هنا قلعة سبورزيسكو، ثاني محطة وصلنا لها هستونة. خلينا نروح نشوف. هاي قلعة قديمة، وتشوفون البوابات اللي تشوفوها دائما بالأفلام، فهاي هي البوابات. هسه راح ندخل من عندها. القلعة هاي محافظين عليها، هي كلش قديمة بس محافظين عليها لأن تم ترميمها بسنة 1891 إلى 1905، ولهذا محافظين عليها وعلى نظافتها، وحاليا هي متحف. هاي القلعة اللي هسه دخلنا لها انبنت بالعصر الرابع عشر، وانبنت على اسوارها يعني المدينة اللي كانت قبل موجودة اصلا ذاك العصر، لأن تعرفون ذاك العصر كانت هم دويلات مو دول، فهاي كلش قديمة وبعدها على الطراز القديم. هاي تشوفوها بنفس القلعة اللي كنا قبل شوية فيها. بعد ما تكمل القلعة العملاقة من الداخل نطلع مباشرة على هذا الباب الخارجي اللي يودينا على هاي الحدائق اللي هي جدا مشهورة، ومن عندها تودينا على الآرك نفسه اللي شبيه اللي موجود بفرنسا. هاي احنا هنا بهاي الحدائق كلها حدائق سبورزيسكو، القلعة اللي قبل شوية كنا فيها. والارك دي لا باس اللي هي تشبه نسخة طبعا طبق الأصل تقريبا من الارك دي لا تريومف اللي شفتوه بفيديو فرنسا. وهاي هنا هم طبعا هم يعني يقولون انه يعود تاريخها او اسمها للقرن التاسع عشر، بس هي طبعا صممت بزمن الرومان وموجودة من ذاك الزمن، وهسه نتقرب اليها.
بعد ما كملنا من الارك اتجهنا بالترام اللي تشوفوا قدامكم قديم الى دار سينا، اللي هو مرفأ جدا مهم بميلان، صغير طبعا يعني حجمه، بس هو مرتبط بنهر النافيكلي اللي هو طوله 50 كيلومتر. مجملين المكان، مسوين حوله مطاعم وكافيهات، والناس تروح تقعد هناك لان الجو حلو، بيه طبعا حيوانات وبط، يعني سمك وبط يسبحون. كافيهات هنا تبي حلوه الاجواء كلش صارت. هاي البحيرة اسمها دار سينا، اللي هي بنص ميلان صايرة. طبعا ميلان هي مدينة أصلا ما موجودة، يعني ما موجود مي داير مدار، لا بحر ولا نهر، ففقط هاي البحيرة الصغيرونة اللي هي مي بيها، والناس تتجمع عليها، مسوية كافيهات، وبيها تشوفون هيك كم سفينة، يعني فشي كلش صغير، بس هي فكرتها حلوة، ويعني لأنه المكان الوحيد اللي بيه مي. طريقنا بالليل احنا وراجعين الفندق مرينا على هاي الكنيسة، شفناها بالصدفة، وهي الحدث الأهم بميلان. هاي الكنيسة الشهيرة بميلانو جيناها بالصدفة طبعا، باكر ان شاء الله نزورها على خير. من ميلان من جديد، احنا اليوم الثاني بميلان، وهسه حاليا بالسنتر، يعني جينا يوم هاي الكنيسة اللي البارحة بالليل شفناها كل الشهيرة طبعا، الدوم مالتهم. الكنيسة العملاقة هاي متصممة بديزاين الجوثيك، مثل يعني باقي الكنائس اللي شوفتكم اياها بباقي الفيديوهات، بس مو على لون احمر، وانما على لون اللي هو ابيض رصاصي. هاي الكنيسة تصممت، بدأوا بتصميمها سنة 1386، بس ظلوا 150 سنة تقريبا يبنوها. بدأوا بنائها بسنة 1400 وكسور، وخلصوها بسنة 1577، وهي تعتبر من أهم الأماكن، لأنه ميلان أصلا عاصمة المحافظة اللي احنا هسه بيها بإيطاليا، فهاي هنا تعتبر الموقع الأهم بهاي المحافظة هنا. طول هاي الكنيسة 158 متر وكسور، يعني تقريبا 160 قولوا، عرضها 92 متر، وتوسع تقريبا 40 ألف شخص. مثل ما قلت لكم هي بديزاين الجوثيك، تشوفون عليها كلها مليانة تماثيل، وهذا الباب العملاق هو منحوت نحت، صاير يعني على شكل مربعات، ويحكي قصة كاملة، قصة الديانة المسيحية وعيسى عليه السلام، ويعني الشخصيات المهمة عندهم، ويجون يتبركون الناس بهاي الرجل الذهبية الصغيرة اللي بالباب. وهنا بدي اصوركم اياها من بعيد حتى تشوفون حجمها ايش قد كبير، لان هي ما تبين ابدا بالتصوير ايش قد عملاقه. والحلو هنا مثل كل باقي المدن باوروبا، انه قدام كل كنيسه تصير ساحه كلش كبيره، وهنا الساحه طبعا هماتين مشهوره وكبيره، والحمام يتجمع بيها، وكل واحد يقدر ياخذ بيه صور يعني او فيديوهات، فجدا طبيعي الناس كلها قاعده هناك ومتجمعه. الكنيسه هسه اللي تشوفوها صارت ورايا، والتمثال هم، ومنها طبعا هذا المول الكبير اللي هو هم بناء قديم، وسنتر كلش حلو وكبير. هسه تشوفون هنا أنا ورايا كله زرع، وطبعا اكيد المحلات الماركات مثل جوتشي وغيرها موجودين لي ورا. من نفس الساحة انطلقنا للجاليريا مول، اللي هسه راح تشوفون الداخل، وهو الحدث الأهم، وهو مول جدا قديم بس عصري. هذا سنتر فيتوريو بميلان، اللي هو جاليري فيتوريو يسموه، وهو من أكبر المولات وأقدم المولات بالمدينة، وجدا معروف طبعا. يتكون من 4 طوابق، انبنى في سنة 1865 إلى سنة 1877، يعني بعصر الباروك، وطبعا ديزاينهم على عصر الباروك مثل ما تشوفون. يلا تاخذون جولة وياي شوفوا شنو المحتوى مالته. مثل ما انتبهتوا بكل دول أوروبا اللي واضحة بباقي الفيديوهات، إنه دائما عندهم هاي الماركات، هي يعني دائما يمثلوها برادا وديور وغيرها، فطبعا هنا هماتين أكيد كلتهم لقيناهم موجودين بهذا المكان، يعتبر لأنه جدا راقي للتسوق. مرحبا من جديد، صارت الدنيا طهر عندنا هنا، ودا تشوفون أنا حاليا قاعدة بهاي الحديقة لما طلعنا من الفيتوريو جاليريا. وهذا التمثال اللي تشوفوه ورايا الدافنشي وطلابه الأربعة اللي هم خاليهم بالأركان. طبعا المكان كلش حلو، هو حديقة، واحنا وقفنا هنا ارتاحينا للأكل، بس إنه يعني هنا هاي تشوفوه كل شيء يحبوا دافنشي. طبعا أكو متحف هنا قريب إله وبيته موجود هم. ولما كملنا المول الحديقة اللي تابعة إلها، طلعنا شوية نتمشى، لقينا هاي القلعة القديمة، يعني ما دخلنا بيها، قعدنا بس بالحديقة لأن كنا تعبانين. لقيت هذا البير. تدرون إنه بإيطاليا وين ما تروحون تقدرون تشربون مي بالمجان، ومي نظيف وطاهر، اللي هو هذا المي. هذا المي دائما خليه بكل مكان نظيف، ومي بيارة ومي للشرب، وهو أصلا للشرب فقط مو للغسل يعني. وهذا خليهم هنا بكل مكان، حتى الكل يقدرون يشربون عنده، يحافظون على البيئة، حتى واحد ما يضطر يشتري بطالة ويشمرها منا ومنا، ودائما عنده أصلا هو البطل مالته وياه شايله ويملي مي، ويكون مجاني. وبالنسبة لنا احنا السواح طبعا يفرق لنا، لأنه أكيد بالمجان بدل ما نشتري بطل صغير دائما بيورو، وبالحر هذا تحتاجون أكيد في 10 15 بطل باليوم، راح تشربوها كلها من هذا المي. كملنا طريقنا بميلان وشفت هاي الكنيسة، يعني طبعا هي كنيسة جدا عادية، بس حبيت شكلها انه قديمة، ودخلنا بداخلها وكان داخلها كلش حلو بس شوية أظلم. صورت لكم طبعا مع الأسف يعني التصوير مضيعة، بس كانت حلوة جدا من الداخل،
بس مثل ما قلت لكم ظلمة فمو واضح التصوير. هسه احنا هنا يمنا فيديو جرانادي اللي هو نهر جدا مهم بعاصمه لامبورتيني اللي هي محافظه ايطاليا طبعا، وميلان هي تعتبر المدينه اكيد اللي هي عاصمتها، وهذا طوله 50 كيلومتر، داير مدايره وين ما تروحون بانين عليه كافيهات واماكن حلوه تقدرون تشوفوها، طبعا نفس الاماكن اللي شوفناكم وياها وقعدنا عليها البارح بالليل هي هنا بس بغير اتجاه، وهذا فرع صغير من عنده. تشوفون هاي المفاتيح الحلوة هنا مكتوبة عليها أسامي الأشخاص ومقفليها بكل مكان. هاي توت وجوز هند. جابر على الشارع. هسه راح نطلع هنا حتى نروح لمحطة الباصات على مود من عندها ننطلق الفينيس اللي هي البندقية، ومن هناك نشوف شلون نوصل الصبح إن شاء الله. كانت هاي زيارتنا لمدينة ميلان، ثاني أكبر مدينة بإيطاليا، إن شاء الله تكون عجبتكم. وهاي إحنا متجهين بطريقنا للبندقية. انتظروا الفيديو الجاي ولا تنسون الاشتراك بالقناة، وأشوفكم بعدين.